المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. طريقة كتابة الأسماء. قوات أكمياتشج. 1. عندما يأتي اسمان مترافقان، المرادف لحالة المضاف والمضاف إليه، بحيث يحوي الاسم الثاني كما في العمود رقم 1 سابقة ضمير الملكية، وهذا يسمح من كتابة الاسمين المترافقين بشكل أكثر اختصارا كما في العمود رقم 2. لاحظ أن الاسم الأول المضاف يتميز كحالة وجر. انظر إلى الأمثلة في الجدول التالي: العمود 1، العمود 2. بسم ينبق، بسنبق. ضفة الماء. خم يؤص، خؤص. شاطئ البحر. تصفم يثبق، تصفلبق. جنس الإنسان. تشلم يغن، تشلغن. طرف البلدة. وميماق، وماق. صوت الضرب. 2. الأسماء المركبة. لقد مر ذكره في فقرات سابقة، أي الأسماء المدمجة من عدة جذور. أمثلة: قاز شرتس، أسنان فرخ الإوز. شتغالة، طاعون إنفلونزا الدجاج. بخآش، محراث، السلاح الخشبي. 3. الأسماء التي في حالة زجت، زجل، زجاد، زتيت، زبل، تكتب بشكل منفصل مع الأسماء وتأتي بعدها. كوزجت، عربة مهيئة جاهزة. تقزجاد، حذاء مخاط. ونزتيت، بناء طابقي. شغنزبل، لباس متكامل، طقم. 4. أسماء لا تكتب وحدها، بل تترافق معها أسماء أخرى متناغمة معها في النطق. مصطلح كثير الاستخدام في اللغة الشركسية، أشبه ما يكون بالسجع في العربية. الاسم الأول له معنى، والاسم الثاني متوافق مع الأول في الإيقاع، وقد يكون له معنى. تفصل بين الاسمين إشارة العارضة شحطة. أمثلة: حبشب، أغراض. أبقلبق، أعضاء الجسم. جلوال، أولاد. أبلاب، الأطراف، يد، قدم. 5. اسمان مترافقان. مصطلح كثير الاستخدام في اللغة الشركسية، أشبه ما يكون بالسجع في العربية، وكلاهما له معنى ويوضع بينهما إشارة العارضة. مقمش، تيبون جاتلن. عشب، حقل مزروع. فراش، لحاف. عند تحويل الأسماء من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع. 1. عند تحويل الاسم المفرد الذي ينتهي بحرف ساكن إلى صيغة الجمع، فإنه لا يحتاج إلى لاحقة قبل أداة الجمع خر، خر. تخل، تخل، خر. كتب. غوص، غوص خر. حديد. شورق، شورق خر. عكر. جب، جب خر. خلف. قاز، قاز خر. اوز. بسجت، بسجت خر. بط. 2. صيغة الكلمة المترافقة. المضاف إليه، الصفة، تكتب بدون إضافة الحرف مع الاسم، حيث تتصل أداة الجمع وأداة التعريف مع الكلمة المترافقة، الصفة.
الاسم لوحده، الاسم مع الصفة. تخيل تخيل داخخر، الكتب الجميلة. نبخر، نبفجخر، الأعلام البيض. عندما تأتي كلمات مترافقة للاسم مضاف أو صفة، فإن أداة الجمع وأداة الحالة الإسمية وأداة التعريف تتصل مع آخر كلمة اسم مترافقة. صف مقلشخكر قأو، يسمع أصوات قوية صاخبة لأناس. صف مقلشخر قأو، يسمع أصوات قوية لأناس. صف ماقخر قأو، يسمع أصوات أناس. صف خر، الناس. اللاحقتان ر وم تحملان معنى أداة الحالة الإسمية وأداة التعريف، ولا تنسى أن اللاحقة أداة الحالة الإسمية ر تشير إلى الفاعل الذي يقابل الرفع في العربية، والفعل المرافق قأو في هذه الأمثلة لازم، ويمكن استبدال لاحقة الحالة الإسمية إلى م في حال كون الفعل في الجملة متعديا. 3. عند تحويل الأسماء المنتهية بحرف صوتي إلى صيغة الجمع يبقى الحرف بدون إزالة. مفرد جمع: ون، ونخر. بيت: جان، جانخر. قميص. 4. عند تحويل الاسم المنتهي ب إلى صيغة الجمع: 1. إذا كان الاسم مؤلفا من أكثر من مقطع واحد يزال الحرف الصوتي مفرد جمع: صف، صفخر، الناس. شم، شمخر، الأبقار. مل، ملخر، الأغنام. 2. إذا كان الاسم مؤلفا من مقطع واحد فقط لا يختزل الحرف الصوتي أو حرف صوتي آخر يليه. مفرد جمع: ص، صخر، الأحصنة. ث، الرجال. تس، تسخر، الأصواف. تسخر، الأسنان. قخر، الخنازير. لاحظ أن أداة الجمع هي الحرف خ، والحرف ر يشير إلى أداة التعريف، والحرف هو الفتحة، عبارة عن حرف صوتي وربط بين ر وخ.